بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بكم في قناة الكرة الزمالك. فيديو النهاردة عن مجموعة من أخبار نادي الزمالك. معاكم سامي حسن، ونبدأ على طول بأول أخبار نادي الزمالك. الزمالك يستهدف تدريباته استعدادا لمواجهة طلائع الجيش في الكأس. يستهدف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اليوم الاثنين تدريباته استعدادا لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها يوم الأربعاء المقبل في كأس مصر. وكان الجهاز الفني للزمالك منح اللاعبين راحة بعد التعادل مع بلدية المحلة بهدفين بالدوري. وغادر جمهور القاهرة فجر أمس الأحد متجها إلى بلاده لقضاء فترة أجازة عقب نهاية مباريات الفريق في مسابقة الدوري الممتاز. من المقرر أن يعود جمهور القاهرة يوم 28 من الشهر الجاري لقيادة الفريق بعد قضاء فترة الأجازة استعدادا لمباريات الموسم الجديد. جدير بالذكر أن جوميز حصد مع الزمالك بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية وخسر لقب كأس مصر في المباراة النهائية أمام النادي الأهلي. بصوا يا جماعة، بالنسبة لماتشات الكاس وخصوصا ماتش طلائع الجيش اللي الزمالك هيلعبه في الكاس وطلائع الجيش، طبعا هو جوميز قال لهم لازم هريح اللعيبة الكبار وكلام من ده طبعا، ومش عايز يلعب بيهم على اساس ان هو بيديلهم راحه. بص يا جماعه، ماتش الكاس ده ماتش مهم جدا وهيأثر في معنويات جماهير نادي الزمالك. وطبعا لما بتخش بكامل قوتك غير ما بتخش بنص قوتك، ما بالك انت عندك اصلا غيابات والفريق متنيل الخلقه يعني. فطبعا هو عبد الحميد بسيوني مش ذكي. هو جه في ماتش الزمالك اللي هو في الدوري، ريح له اربع خمس لعيبه اللي هم اقوى لعيبه عنده، على اساس ان هو هيحضرهم لماتش الكاس يكونوا نازلين فريش في ماتش الكاس قصاد الزمالك. هو كده كده لو كان خسر من الزمالك في الدوري ما كانش هيأثر عليه ولا هيهبط ولا حاجه. فطبعا انا بحذر اداره نادي الزمالك ان دلوقتي الماتش ده مهم جدا. ماتشات الكاس عموما مهمه، لان طب انت دخلت ليه؟ ما كنتش دخلت. ما هو الاهلي انسحب. انت بصيت دلوقتي، انت دلوقتي حطيت نفسك في مأزق، تقوم انت تلعب مفيش حد هينافسك مثلا لان الاهلي انسحب. ما هو انت المفترض انت المرشح الاول دلوقتي، معلش حتى لو كان مستواك اي كلام. فما تجيش انت تقوم خسران من طلائع الجيش، تبقى مصيبه. انتوا حرين بقى. رد ممدوح عباس على تدخله في صفقات الزمالك. رد ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك السابق عما يتعلق بتدخله في الصفقات والتعاقدات الجديدة للفريق. كتب عباس عبر حسابه الرسمي بموقع إكس: أنا لست مفوضا من قبل إدارة نادي الزمالك فيما يتعلق بالتعاقدات أو تجديداته أو بصفقات الإعارة أو الشراء أو البيع. كل هذه الأمور هي من مسؤولية مجلس إدارة نادي الزمالك الذي تم انتخابه في 21 أكتوبر 2023 وشكرا. وجاء تصريح عباس بعد تزايدت المطالب في الساعات الأخيرة بضرورة تجديد عقد أحمد مصطفى زيزو إلى جانب حسم صفقة المغربي أشرف بن شرقي. يذكر أن عقد زيزو مع الزمالك ينتهي بنهاية الموسم المقبل، مما يتيح له التوقيع لأي نادي اعتبارا من يناير المقبل. بصوا يا جماعة، بالنسبة للتصريح اللي قاله الأستاذ ممدوح عباس، التصريح ده له جانبين عشان ما ناخدش التصريح كده يعني كلام وخلاص. انت مش في دماغه عشان تعرف ايه المعنى اللي في دماغه. التصريح بتاعه له جانبين. الجانب الاولاني ان هو يا جماعة اللي عمالين تتكلموا ان انا المتحكم في نادي الزمالك وانا اللي بجيب صفقات وانا اللي بودي وانا اللي باخد القرارات والكلام ده، فالراجل عايز يشيل دماغه من الموضوع دوت عشان ما حدش يقعد يقول لك ايه ده هو يعني الرئيس، يعني ان هو ايه اللي بيحرك مجلس الاداره. هو عايز يبعد عن النقطه ديت، فطبعا عشان ما يتقالش عليه كلام زي كده. فدي حاجه. الحاجه التانية ان هو يكون مثلا ان هو ايه، مثلا الجماهير ما تقعدش تضغط عليا. انا مش هقعد بقى يعني ايه، انا اللي يعني بالبادي كده انا مصباح علاء الدين اللي هيحركوا كده اجيب لهم الصفقات اللي على مزاجهم والكلام ده كله. فهو يحتمل الحاجتين دول. فيعني ما تضغطوش عليا في ناحيه ان انا اللي بحرك نادي الزمالك، او ان انتوا تضغطوا عليا ان انا مثلا اجيب لكم اللي نفسكم فيه. فهي ملهاش تفسير الا غير كده وخلاص. بفرمان من جوميز الزمالك يصرف النظر عن صفقة سوبر. صرف مسؤول نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب النظر على التعاقد مع أيمن موكا جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجاري. نادي الزمالك قرر صرف النظر عن التعاقد مع أيمن موكا في الميركاتو الصيفي الجاري بناء على توصية من البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق. وأكد جوميز مسؤول الزمالك عدم حاجته للفريق لخدمات جناح الجونة لعدم قناعته بمستواه الفني. كان مسؤول نادي الزمالك عرضوا على المدير الفني البرتغالي التعاقد مع أيمن موكا في الانتقالات الصيفية الجارية بعد الأداء المميز الذي ظهر عليه اللاعب مع فريقه في الموسم الجاري. ولعب اللاعب صاحب 27 عاما مع الجونة هذا الموسم 29 مباراة في بطولة الدوري، أحرز 3 أهداف وصنع 5، وهو ما جعله محط أنظار العديد من الأندية. ويسعى الزمالك لتدعيم صفوفه بصفقات قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية لتساعده على الفوز بالبطولات في الموسم الجديد.
بص بقى يا جماعة، بالنسبة للاعب أيمن موكا، أيمن موكا بيلعب جناح في فريق الجونة، وهو عنده 27 سنة ولاعب كويس يعني مميز، ومش مش هنقول عليه أي حاجة خالص، وبيأدي وكلام من ده. بس أنا تابعت اللاعب بصراحة، اللاعب يعني مش لاعب السوبر يعني. أنا لا هو أشرف بن شرقي، ولا هو أحمد مصطفى زيزو، ولا هو يعني. أنا معلش من وجهة نظري، نيمار بتاع الزمالك مميز عن موكا بصراحة. مش عارف أنا. بيقول لك اصل الصفقه السوبر، سوبر ايه ده؟ هو اللاعب جاب 3 اجوان باين، وعمل اسيستين او حاجه زي كده يعني، ما ولعب له 27 مباراه، يعني ما عملش طفره ولا مكسر الدنيا ولا اي حاجه. هو لاعب كويس عشان ما نظلموش، بس مش هو ده اللاعب اللي هيقيم نادي الزمالك، معلش مع احترامنا للكابتن ايمن موكا يعني. بس فالزمالك لو عايز يجيب صفقه، طب ما هو عنده لعيبه، ما عنده يسري وحيد ما يجيبه يعني، هو نايم على يسري وحيد وبيشوف ايمن موكا، هو ده بيلعب جناح وبيلعب باك شمال، ما يجيب واحد زي ده. تصريحات جوزيه جوميز على اون تايم سبورت. جوزيه جوميز في تصريحات تلفزيونية مع الإعلامي محمد المحمودي على قناة اون تايم سبورت 2 اتش دي في مباراة الأهلي بعد تسجيل فريقي للهدف الثاني في مرمى الأهلي. كانت الفرحة كبيرة من جانب لاعبي الزمالك، وكنت حزين من أجل هذا الأمر. وأكمل جوزيه جوميز: لابد أن تكون عقلية لاعبي الزمالك قوية، وأن الفوز على الأهلي هو أمر اعتيادي وليس فرحة جنونية. وفي هذا التوقيت كنت أرى بأن عقلية لاعبي الزمالك ضعيفة بسبب الفرحة الكبيرة بعد الفوز على النادي الأهلي. وتابع جوميز: نادي الزمالك لعب العديد من المباريات هذا الموسم، وفي بطولة كأس مصر في السعودية والمباراة النهائية من النادي الأهلي كنا الطرف الأفضل، ولكننا خسرنا المباراة في النهاية. كنت أتمنى أن نلعب مثل الأهلي وأن نحقق اللقب في النهاية، لأن الأهم هو البطولات. وأشار جوميز: بالنسبة لي أحب الفوز بالدوري المصري وأخسر من الأهلي فهو أمر عادي، لأن خسارة مباراة أمام بطولة الدوري كاملة سأختار بطولة الدوري بكل تأكيد. وأتمنى أن تكون عقلية اللاعبين كبيرة وقوية في الفترة المقبلة. بصوا يا جماعة، بالنسبة لحوار جوزيه جوميز على قناة اون تايم سبورت، طبعا هو بيتكلم ان ايه، طبعا ان الزمالك لما بصيت لقيت لعيبة الزمالك قابلوا الاهلي كذا مرة والاهلي كسب ومش عارف ايه، وجم في بطولة الدوري لقيت اللعيبة عندهم حالة هستيرية من الفوز على الاهلي وكده. وانا كان ما يهمنيش ان انا اكسب الاهلي حتى لو اتغلبت من الاهلي على طول، بس اكسب انا بطولة. ايه فايدة ان انا كسبت الاهلي بس خسرت البطولة؟ وده كلام على فكرة بروفيشنال وكلام صح، ما اختلفناش. بس في حاجة بقى هو مش واخد باله منها، ان هي في مصر بالذات غير اوروبا. الفريق الاهلي والزمالك التنافس عندهم دي بطولة خاصة، حاجة كده خارج الميزان وخارج القواعد وخارج التوقعات. فلازما لما فريق بيكسب هي ناحية نفسية، بيقول لك انا كسبت الفريق التاني. اه بس هو من الناحية العملية والناحية الصح، اه ان هو ياخد بطولة احسن ما يكسب الاهلي وهو خسران البطولة. وبالخبر ده بتكون نهاية الفيديو بتاعنا. شكرا لكم لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.